بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البيت، هذا الشارع اللي قدام البيت. البحيرة هني دقيقتين بالسيارة، بحيرة اسمها بحيرة أورفو. هذا الشارع الرئيسي، هناك في سوبر ماركت نهاية الشارع. هذا مكان الممشى، هذا مكان البيت، هذا المدخل السيارات. خلينا ندخل نشوف البيت من داخل. هذا البيت من على الجنب، هذا بعد ممكن واحد يستغلها كحديقة. هذا المدخل مال البيت. هني الحديقة مسكرة بشجر حلو، شكله حلو. الحديقة طبعا ما شاء الله كبيرة حيل. الأرض هذه مقسمة إلى 4 أقسام، راح نشوف الأقسام هذه كلها. احنا الحين بقسم البيت. شوف منظر ما شاء الله ممتاز هني. هذا مبنى البيت، وفي مبنى هذا اللي نسميه ديوانية، هو جراج بس ما شاء الله من داخل ممتاز. راح نشوفه إن شاء الله، بس نشوف البيت من داخل. بسم الله. الحين دخلنا البيت. البيت أرضياته ممتازة، في 3 غرف وصالة وحمامين والمطبخ. المطبخ عندنا ما شاء الله ممتاز، بروحه يمكن مكلف 2000 دينار. ممتاز، الجولة والمدخنة والديكور ماله والأدراج ممتاز. طبعا البيت كله فيه شترات. وهذه قاعدة بالمطبخ، طاولة طعام، هناك مكان الثلاجة للمغاسل، مغسلة والكبتات. هذا الجولة فرن كهربائي. هذه الغرفة غرفة الخدمات، فيها المغسلة موجودة، وهني فواط أو أيا كان مخزن يعني يكون واحد يستخدمه. البيت أرضياته نظيفة والبيت حلو نظيف. خلينا نشوف الصالة. هذه الصالة أرضياتها باركيه، طبعا فيها تدفئة، ومساحتها هني تقريبا ما شاء الله 4 في 5. صالة حلوة. هني الممر. هذا الحمام، حمام جديد. هني الشاور، معزولين عن بعض. هني الحمام الرئيسي، الحمام الرئيسي مع البانيو ماله. هذه غرفة رئيسية كبيرة 4 في 4. طبعا كل البيت فيه تدفئة. هذه هني في غرفة، وهني في غرفة، يعني 3 غرف، والحمام والشاور. هناك الباب الرئيسي، ويمين قلنا الصالة والمطبخ. خلينا نروح نشوف الحديقة، لأن هذه الأرض ما شاء الله كبيرة، عبارة عن 4000 متر مقسمة إلى أقسام، يعني صايرة 4 أقسام، كل قسم 1000 متر. قسم البيت هذا طبعا تحت هني حاطين مثل مخزن أو أشياء ممكن واحد يستفيد منها. ما شاء الله المنظر مو طبيعي. هذا مدخل، هذا باب، هني جراج، لكن من داخل ما شاء الله ممتاز. هذا شكل البيت من الداخل، شجر حوالينا منظره حلو. هني تدخل السيارة. هذا المدخل. هني الحديقة بعد. شوف انه صاير هني أقسام. هذا المبنى مسوي له مثل مخزن الواحد يستفيد منه، اللي هو هذا. طبعا الأرض ما شاء الله كبيرة حيل، ما شاء الله تبارك الرحمن، ممتاز. مساحتها كبيرة طبعا. أنا لو بمشي فيها يبيلي نص ساعة ما شاء الله.
هذه الأرض كلها لتحت للمرتفع اللي هناك. هناك حاطين مبنى خشبي واحد ممكن يستفيد فيه أو يشيله عادي. هذه كلها الأرض مساورة بالسور. هني القطعة الكبيرة، وهذا المبنى. كذي تقريبا شفنا البيت بالكامل.